تحية طيبة، مساءكم سعيد، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الخاص بقناتي الرسمية على اليوتيوب، والذي سنتحدث من خلاله على فوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره البوركينابي بنتيجة هدف مقابل 0، وتأهل المنتخب رسميا إلى الدور الثمن النهائي من كأس أفريقيا 2025 بعد غياب عن هذا الدور دام ل6 سنوات كاملة منذ سنة 2019. ألف مبروك للمنتخب الوطني هذا التأهل وعودة للمقابلة التي كانت رائعة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة من الجانب الفني والتكتيكي. اليوم فلاديمير بيتكوفيتش قدم درسا تكتيكيا لنظيره من بوركينا فاسو براما تراوري. اليوم فلاديمير بيتكوفيتش قال لبراما تراوري: هذه المباراة أو مثل هذه المباريات يسير ويربح ولا يلعب، وهذا ما قام به المنتخب الوطني الجزائري اليوم في هذه المباراة. سير المباراة بذكاء منذ بداية المباراة إلى غاية نهايتها. اليوم المنتخب الوطني والناخب فلاديمير بيتكوفيتش بدأ بخطة أخرى، دار 3 تغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني الجزائري. قام بإقحام حجام بالإضافة إلى شرقي وكذا مازا في التشكيلة الأساسية مقارنة بتشكيلة منتخب السودان. هذا ما يعني أنه مدرب محنك، يدرس المنافسين، يعرف نقاط قوة المنافسين ويعرف نقاط ضعف المنافسين. هذا المدرب اليوم قام بالدخول بخطة اللي هي 4-5-1، وكان عمورة كرأس حربة وحيد في الهجوم، بالإضافة إلى وسط ميدان كان متكون من هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، أيت نوري، بالإضافة إلى رياض محرز وإبراهيم مازا. أما في الدفاع فشرقي على الجهة اليمنى، حجام على الجهة اليسرى، بالإضافة إلى مندي وكذلك رامي بن سبعيني في محور الدفاع، والحارس المتألق لوكا زيدان في حراسة المرمى. هذه الخطة خلت المنتخب الوطني يدخل من أجل الضغط على المنافس خاصة في وسط الميدان والبحث عن الأخطاء التي يرتكبها دفاع منتخب بوركينا فاسو في وسط الميدان وكذلك في الدفاع. لكن هذه الخطة لم تدم طويلا، ما لعبناش بها بزاف، لأنه للأسف إصابة حجام كانت غيرت كل مجريات اللقاء، وتغيرت معها الخطة لأنه تم استبدال حجام ببغداد بونجاح، وبعدها عدنا إلى الخطة المعتاد عليها والتي لعبنا بها في مباراة السودان 4-3-3، ولعبنا بونجاح عمورة على الجهة اليسرى ومحرز على الجهة اليمنى، وسجلنا أول هدف في المباراة بعد هذا الاستبدال عن طريق رياض محرز في بركلة جزاء. إذن المباراة كانت تكتيكية بامتياز، قدمنا فيها أداء مميز، الكرة كانت تخرج من الوراء، كنا نعرف نجيب الخصم إلى المنطقة تاعنا باش نخرج لوسط الميدان يكون إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي وحدهم في وسط الميدان. كاين اللي يقول لي كيفاش درس تكتيكي واش دار اليوم فلاديمير بيتكوفيتش. أنا نقول لك واش دار فلاديمير بيتكوفيتش. اليوم لعب 4-5-1. اليوم حاول السيطرة على الجهة اليسرى والجهة اليمنى للمنتخب البوركينابي. يعلم أنه كاين نقطة ضعف في المنتخب البوركينابي وتكلمنا عليها في الفيديو الماضي. يعلم أنه المدافع ياغو هو نقطة ضعف المنتخب البوركينابي. لم نروحوا نشوفوا كل لقطات المنتخب الجزائري اللي كانت خطيرة، كلها كانت من الجهة اليسرى، كلها كانت من الجهة تاع محمد أمين عمورة وكذا أيت نوري. ضيعنا العديد من الفرص، كلها كانت من الجهة اليسرى. لماذا؟ لأنه فلاديمير بيتكوفيتش يعرف أنه الخطة راح تمشي مع مدافع ضعيف نوعا ما مقارنة بالمدافع الأيسر الذي يعتبر نقطة قوة المنتخب البوركينابي، اللي شفناه يطلع ويهبط بشكل كبير وقدم الإضافة في الجانب الهجومي. لكن المدافع الأيمن ياغو كان ضعيف جدا من الجانب الدفاعي، ويعرف فلاديمير بيتكوفيتش أنه مع لاعب يقدم الإضافة مثل محمد أمين عمورة وسريع جدا ممكن أنك تسجل وممكن أنك تخلق عديد الصعوبات لمنتخب بوركينا فاسو وتخلق فرص للتسجيل، ولما لا تسجل الهدف. ومثل ما حدث في هذه المباراة كانت الفرصة اللي جبنا منها ركلة جزاء من الجهة اليسرى قام بها أيت نوري وسجلها رياض محرز، وشفنا كل اللقطات كانت على الجهة اليسرى، سواء تضييع الفرص من قبل محمد أمين عمورة أو حتى من جانب إبراهيم مازا، كلها كانت من الجهة اليسرى. وهذا يؤكد الخبث التكتيكي والذكاء الكبير لفلاديمير بيتكوفيتش. المنتخب الوطني رغم التسجيل ورغم تغيير الخطة إلا أنه خلق عدة فرص في الشوط الأول أو في الشوط الثاني، رغم العودة إلى الوراء، رغم محاولة الحفاظ على النتيجة، لكنه خلق فرص. وهذه النقطة الإيجابية اللي تحسب لفلاديمير بيتكوفيتش. حاولنا تسجيل حتى
وحنا متفوقين في النتيجه، حتى وحنا مولين للوراء، حتى وحنا نحافظوا على النتيجه. لكن كانت فيه رعونه ربما، وهي النقطه السلبيه اليوم في مباراه اليوم، انه كانت فيه رعونه هجوميه من قبل المهاجمين، خاصه محمد امين عموره في الشوط الاول، وكذلك ابراهيم مازا في الشوط الثاني. نتمنوا انه يعملوا عليها في الحصص التدريبيه لتسجيل الاهداف، وخاصه التأكد وتأكيد النتيجة، خاصة في مباريات مماثلة أمام خصم يعرف يروض الكرة، يعرف يلعب كرة قدم، ويعرف يخرج بالكرة أيضا. اليوم الحمد لله فزنا بالمباراة، قدمنا أداء جيد. صحيح أنه الأداء ماشي بالمستوى اللي كنا نستناوه، أو ماشي بالمستوى اللي نحبوه دائما، لانه رانا نلعبوا امام خصم يمتلك لاعبين من نوعيه جيده، يمتلك لاعبين من جوده كبيره، يمتلك بيرتون تراوري اللي يلعب في نادي ساندرلاند الانجليزي، يلعب عنده وطارة ايضا اللي يلعب في نادي برنتفورد الانجليزي، عنده راس الحربه اللي يلعب في نادي هارت في اسكتلندا، عنده حارس المرمى اللي يلعب في نادي اونجي الفرنسي، عنده تابسوبا اللي يلعب في باير ليفركوزن الالماني. هذا ما يعني انه عنده لاعبين اقوياء، عنده احسن اللاعبين في افريقيا، عنده لاعبين في كل الدوريات الاوروبيه الكبرى. هذا ما يعني انه اليوم فوز ثمين حققناه، تقدمنا في سلم الترتيب، نحن في المرتبة الأولى، تأكدنا من التأهل، وهذا راح يخلينا مرتاحين، خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب غينيا الاستوائية الذي سيكون مهلهل تماما بعد الهزيمة اليوم أمام منتخب السودان. اليوم راهو ب0 نقطة، راح نلعبوا احنا معه، نستطيع تدوير اللاعبين، نستطيع إشراك عدد آخر من اللاعبين أو اللاعبين الذين لم يستطيعوا المشاركة إلى غاية اليوم، حتى أنه كل التغييرات اليوم كانت مغايرة. التغييرات تاع نهار اليوم ما كانتش كما تغييرات تاع منتخب السودان. هذا ما يعني أنه فلاديمير بيتكوفيتش يحاول مشاهدة كل اللاعبين، ويحاول إشراك عدد أكبر من اللاعبين لإبقائهم جاهزين لكل الفترات. وهذا ما يعني أيضا أنه فلاديمير بيتكوفيتش ما عندوش لاعب أساسي. شاهدنا تشكيلة أساسية في مباراة منتخب السودان، اليوم تشكيلة أساسية أخرى، ما عندوش لاعب أساسي. كل مباراة ومعطياتها، كل مباراة ولاعبيها، كل مباراة والنهج التكتيكي اللي يعتمد عليه. هذا ما يعني أنه عندنا مدرب محنك، عندنا مدرب يعرف واش يدير، عندنا مدرب يقرأ الخصوم بشكل جيد جدا، وهو ما شاهدناه اليوم. منهزمين مولين للدفاع، لكن خلقنا فرص أكثر من المنتخب المنافس اللي راهو يحوس على تعديل النتيجة. هذا يعني أيضا أنه مدرب يستطيع إيجاد الحلول، ويستطيع تغيير ما يمكن تغييره، خاصة في الدفاع. اليوم قدرنا نعرف أن الدفاع لما تكون فيه تعليمات من المدرب أو عمل في الحصص التدريبية يمكن إيجاد حلول. لاحظنا أن الدفاع اليوم كان جيد جدا، رغم أنه كانت فيه بعض الأخطاء، لكن ليس كالعادة. اليوم لعبنا مع منتخب قوي، صحيح أنه يضيع في بعض الأحيان عدد من الكرات، لكن اليوم الدفاع 10/10، حتى وسط الميدان إسماعيل بن ناصر أو هشام بوداوي اليوم في كل مكان. إبراهيم مازا اليوم اللي كان رجل المباراة أدى أداء ممتاز جدا، بالإضافة إلى كل اللاعبين اليوم اللي كانوا في الموعد وقدموا أداء ممتاز. نتمنى أنه تتواصل هذه السلسلة في بقية المشوار وفي منافسة كأس أفريقيا باش نحققوا نتائج أحسن إن شاء الله، ولما لا التتويج بكأس أفريقيا. نروح لموضوع آخر اللي هو إصابة اللاعبين جوان حجام وكذا سمير شقي خلال هذا اللقاء، وهي النقطة السلبية التي خرجنا منها في هذه المباراة. رغم أنه تأهلنا رسميا، لكن إصابة اللاعبين تأثر سلبا على مشوار المنتخب الوطني في باقي مسار هذا المنتخب في كأس أفريقيا 2025. نتكلموا على إصابة جوان حجام اللي كان عنده إصابة على مستوى الكاحل، التواء على مستوى الكاحل، ما خلاهش يكمل المباراة، خصوصا وأنه اللاعب كان دخل المباراة بعد حوالي 13 دقيقة منذ بدايتها، لكن جوان حجام ما قدرش يواصل المباراة. نتكلموا على هذه الإصابة اللي يصاب بها عدد كبير من اللاعبين في كرة القدم على مستوى الكاحل. اليوم أي إصابة كانت على مستوى الكاحل لو كانت بسيطة راح يغيب فيها اللاعب على الأقل 15 يوم أو أسبوعين. هذا ما يعني أن جوان حجام بشكل شبه رسمي سيضيع كأس أفريقيا رسميا، وانتهاء منافسة كأس أفريقيا مبكرا بالنسبة لهذا اللاعب. نتمنى أنه يعود في أقرب وقت ممكن، لكن كل الفحوصات وكل الإصابات على مستوى الكاحل والالتواءات أقل غياب فيها يكون 15 يوم وأسبوعين. نتمنى
الشفاء العاجل لهذا اللاعب اللي نعرفوا أنه عنده إمكانيات كبيرة خصوصا على الجهة اليسرى، وممكن أنه يساعدنا في عدد كبير من المباريات لأنه يلعب من دون خطأ في كل المباريات التي يشارك فيها والتي يشاركه فيها فلاديمير بيتكوفيتش. أما بالنسبة لإصابة سمير شرقي التي لا تبدو خطيرة خصوصا وأنه عائد من إصابة، لا نعلم أن الإصابة هي نفس الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل المجيء إلى طرابلس المنتخب الوطني والذي كان قد شفي منها وعاد إلى التدريبات. اليوم لا نعلم أنه ما نوع هذه الإصابة. سننتظر الفحوصات الطبية للطاقم الطبي للمنتخب الوطني الجزائري لمعرفة مدى خطورة إصابة سمير شرقي، لأنه كان يبدو أنه تشنج عضلي خفيف بالنسبة لهذا اللاعب ما خلاش يكمل المباراة، لكن نتمنى الشفاء العاجل ونتمنى أنه يعود في أقرب وقت ممكن، لأنه نحتاج أكبر عدد من اللاعبين خصوصا في خط الدفاع اللي رانا نعانيو منه منذ مدة كبيرة في المنتخب الوطني. ولما لقينا الحلول بدات الإصابات، وهذه كرة القدم وهذه كوارث كرة القدم. حنا نتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين الذين أصيبوا في هذه المباراة سواء نجوى حجام أو حتى سمير شرقي، ونتمنى العودة تاعهم في أقرب وقت ممكن، لأن المنتخب بحاجة لمثل هؤلاء اللاعبين وفي حاجة لمثل هؤلاء اللاعبين في هذه المناصب. ونحن بسعادة الفوز نشكركم أنتم على مشاهدتكم لهذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة والضغط على زر اللايك قبل الخروج من هذا الفيديو. والسلام عليكم.